بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، أيها الأحبة الكرام من كل مكان، متابعينا مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم في مواجهة جديدة من هلال مثل عبدو ديالو وكذلك لويز مارتن فيراتي عمر السومة من الأسماء الهامة بأول أهداف الهلال. ثم بعد ذلك شاهدنا الهدف الثاني كان من خليفة الدوسري قبل أن يتمكن عبد الله الحمدان من تسجيل الهدف الثالث. عندنا محاولة للهلال، الله على كرة سالم الدوسري، تعود أن يسجل فرصة على الهلال. شوف الكرة، الضغط كان من سالم الدوسري ممتاز، حصل على كرة بعد ذلك أراد أن يخادع فيها جاسم الهلال المتقدم من مرمى، لكنها مرت إلى خارج أرضيات الملعب. أيضا مباراتين بالنسبة لفريق الهلال من أمام كومو وكذلك أمام أودينيزي. الكرة على الجهة اليسار، الهدف الثاني للهلال عبر ناصر الدوسري، استغل الكرة الماضية، الضغط على المدافع، بعد ذلك ناصر سجل كرة ولا في الخيال، في غاية الجمال، هدف رائع ثاني للهلال. أصبح الهلال متقدم بهدفين مقابل لا شيء في شوط المباراة الأول. عند الكرة في الطرف الأيمن، الضغط على حامل الكرة، اللعبة الكرة لتعود في صالح نادي الهلال، المحاولة، الانطلاقة، الفرصة الهلالية قائمة، البحث عن هدف ثالث، التمريرة على الجهة اليسار، ثم تسديدة ترتد من المدافعين إلى خارج أرضية الملعب أو باقية في حدود الميدان. في النهاية الكرة تأتي بهذا الشكل إلى رمية جانبية. النادي العربي تمريرة طويلة في الأمام، المحاولة واصلة باتجاه حارس المرمى، مرت إلى ياسين بونو. عادل ملا واحدا من النجوم وكان يشكل ثنائيا قويا إلى جانب مبارك مصطفى. الكرة لصالح الهلال إلى جانب ياسين بونو، طبعا وأسماء كثيرة في سنوات التسعينات. سعود عبد الحميد، ميشيل دلغادو، مرت الكرة إلى ميشيل دلغادو، يمر الكرة واصلة في منطقة الجزاء، سفيج عرضية لكن مقطوعة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية في مصلحة نادي الهلال. الرات اليوم من أمام النادي العربي القطري، الكرة اللعب إلى منطقة الجزاء، مقطوعة من المدافعين، ترجع مرة ثانية في صالح نادي الهلال، التفكير بالتسديد، الكرة العرضية واصلة داخل منطقة الجزاء، التسديدة، مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية لعبدو ديالو. عبدو ديالو لاعب البي اس جي السابق الذي تزامن وتزامل مع فيراتي وكذلك مع رافينيا الذي تواجد، كان ضمن ثلاثي من بي اس جي، تواجد إلى جانب النادي العربي. رافينيا صاحب السيرة الكبيرة، السيرة الرياضية الكبيرة. كرة اللعب لياسر شهراني انطلاقة، ياسر مع الكرة، يلعب كرة في الجهة اليسار إلى الشهراني مجددا، يلعب كرة عرضية ممتازة، المحاولة في صالح نادي الهلال، الفوز ب3 ألقاب غياب نيمار. عمر السومة كان على الصورة، الكرة اللعب على الجهة اليمين، انطلاقة لميشيل دلغادو يلعب كرة من الجهة اليمنى، سعود عبد الحميد، والفرصة للهلال، والكرة ترتد من جاسم الهلال إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. حلوة الكرة الماضية كانت في صالح نادي الهلال، العرضية من سعود، ثم المحاولة كانت من سالم الدوسري بهذا الشكل، والتسديدة ارتدت من حارس المرمى جاسم الهلال، ارتطمت في راس جاسم الهلال ومرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. كانت ممكن هدف ثالث يا سالم. سلامة عمر السومة الواقع على أرضية الملعب، سلامات لعمر السومة. هذه لحظة الاحتكاك في الكرة الماضية مع عمر السومة. طبعا النادي العربي عنده 3 أسماء. كرة ثابتة اللعب إلى محاولة بمنطقة الجزاء بالرأس، لكنها واصلة باتجاه حارس المرمى محمد العويس. صالح النادي العربي، المحاولة مرت إلى الجهة اليسار، انطلاقة للنادي العربي إلى تمريرة طويلة في الأمام، التدخل من حارس المرمى العويس، رعى هذه الخانة لعبد الله الحمدان. الكرة ملعوبة عرضية، محاولة في صالح الهلال، مين من امام العقيد، من امام السومة، ابعدها العويس. شوف الكرة اخطا فيها كوليبالي، وردة فعل جميلة من العويس، انقذ فيها الكرة من امام عمر السومة ليبقي الهلال في
الجديد من جانب يونس علي مدرب العربي. الكرة اللعب لصالح العربي لغادر قاعدة لاعب الخبرة عبد الله معرفي. كرة اللعب في منطقة الجزاء مقطوعة صالح النادي العربي. لعبة الكرة بمنطقة الجزاء إلى محاولة والفرصة قائمة لصالح العربي. انقاذ من الدفاع البليهي، سقوط على أرضية الملعب، ثم العويكي رجع كرة. البريك واحدة من أنجح لاعبين الهلال الموسم الماضي على مستوى صناعة الأهداف. التسديدة من الحمدان مرت، لأنه صن داونز الجنوب أفريقي سيخوض المباراة القادمة أيضا للهلال، ستكون من أمام صن داونز في يوم 26 جولاي. تسديدة لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. بعد الاستعانة عادت باتجاه. انتهت المباراة بهدفين في صالح الهلال، الهدفين اللي جاءت في شوط المباراة الأول عبر ناصر الدوسري. الهدف الثاني والهدف الأول الذي سبق كان من ميشيل دلغادو. شكرا لكم على طيب المتابعة.